يا مساء الخير. وانا في طريقي بقى الاسكندريه كده حابه ادردش معاكم في كام مشكله مبعوتالي على البيج بتاعتي الرسميه على الفيسبوك. محتاجه ارائكم في الكومنتات علشان انا ببعت اللينك بتاع الفيديو ده لصاحبه المشكله عشان تتابع اراء الكومنتات. وحقيقي يعني الناس بتستفاد من ارائكم، كل واحد طبعا ليه تجربه حياتيه يقدر يفيد من خلالها اي حد سواء اصغر منه في السن او سواء قده. كل واحد بيقدر يفيد باللي هو يقدر عليه. اول مشكله معايا جايه من واحده بتقولي أنا مطلقة معايا ولدين، وللأسف اتجوزت من طبقة أعلى من طبقتي. اتعرفت على طليقي في الشغل، كنت بعمل تدريب في الشركة اللي هو فيها، وبعدها مشيت وسبتهم. بس أنا وهو فضلنا على تواصل وحبينا بعض واتجوزنا. هو من عيلة كويسة وأهله ناس طيبين ومحترمين، وعنده أخت واحدة بس. والأخت دي بقت صاحبتي جدا. وخاله صاحب شركة مشهورة وليها فروع كتير في مصر، وهو كان شغال معاه في إدارة الشركات دي. بشكل عام يعني هو كان كريم وحنين جدا معايا، وكان بينا حب كبير جدا، وده اللي صبرني على حاجات كتير شفتها معاه. بس للأسف كانت عنده عيوب تانية كتير. مثلا يعني كان متدلع جدا لأبعد درجة ممكن تتخيليها، فاكر نفسه محور الكون من كتر دلع أهله ليه، لدرجة إنه كان ممكن يغير من ولاده لو بديهم شوية اهتمام. وكان ده يعني كان دايما بيحطني بسبب الغيرة بتاعته والتصرفات دي، كان بيحطني في ضغط دايما. يعني اللي هو أقل تصرف انت ما عملتيش كده، أنا كنت منتظر منك كده. في ظل الضغط مع الولاد وتربيتي الولدين اللي معايا أصلا من جوازتي الأولانية، فده كان بيضغطني نفسيا جدا. يعني لو كان مثلا يحكي لي عن مشكلة واجهته في الشغل وازاي احلها، لازم اقوله ايه ده، ايه العبقرية دي يا راجل، ده مفيش منك اتنين. وفعلا ممكن يفرح بكلام سخيف، لكن كان اناني وشايف نفسه محور الكون بشكل غير طبيعي، وشايف ان كل الناس اللي حواليه موجودين عشانه وعشانه بس كمان. طبعا جزء كبير من الدلع ده يعود لطبيعة تربيته، عشان اتربى عنده كل حاجة وحواليه ناس كلها شغالين وخدم وكله بيقوله شبيك لبيك. اخته كمان كانت متدلعة زيه كده واكتر كمان، بس هي يعني ما كانتش واصلة للغيرة اللي هو بيبقى فيها مثلا، وللنرجسية اللي هو بيبقى فيها. ابننا التاني اللي عنده دلوقتي 3 سنين اتولد بعيب خلق في القلب، وعشان رضيع وكان رضيع وما يقدرش يعملوا له عملية، حذرونا اننا لازم نراقبه ونهتم بيه. ولو حصل عدم انتظام في ضربات القلب او اتكررت اعراض تانية يتخذ على المستشفى على طول. طبيعي ابني ده كان واخد كل اهتمامي، خاصة ان هو عنده حالة طبية ورضيع كمان، واخوه الاكبر منه كان عنده 5 سنين وطفل برضه محتاج لرعاية. صحيح اهلي واهله كانوا بيساعدوا، وكان عندي خدامة بتساعدني هو جايبها لي، بس انا في النهاية واولادي هم اولويات اهتمامي. بس جوزي بقى ما كانش متفاهم كده، وزادت بينا المشاكل، وانا وصلت لمرحلة ان حقيقي قرفت وما بقتش اهتم بزعله، لان الموضوع وصل بيه ان هو كمان بقى يزعل من اسباب تافهة جدا وبيحملني فوق طاقتي. المهم فضلنا فترة طويلة على الحال ده، في مشاكل متكررة. وفي يوم كنت صاحية من النوم واخدة ابني الصغير برضعه، ودخل علينا وقعد قدامي عشان يشرح لي ان هو تعب مني، وان ما بقتش بحبه زي الاول. وهو كمان ما بقاش يحبني عشان مش مهتمية بيه، وعاوز يطلقني. طبعا الكلمة نزلت عليا كالصدمة. يعني واحدة في الوضع ده وجاي يقولك هطلقك، المفروض ابقى ردي اقول له ايه؟ طبعا قلت له زي ما تحب. اجابتي ما عجبتهوش واتطلقنا. وبعد ما اتطلقنا انا فضلت في البيت مع ولادي، وهو بيدفع مصاريف البيت عادي ومصاريف الولاد، ويدفع كمان مرتب الخدامة، ويبعت لي السواق بتاعه في المشاوير اللي احتاجها، وانا احترمت ده جدا. واحترمت ان هو محبش يلوي دراعي في اي حاجة، كأي راجل محترم ما حاولش ان هو يحرمني من اي حاجة عشان يلوي دراعي مثلا. وقلت كتر خيره، واتجوزت عن القصص والحكايات اللي كان بيتعمد انها توصل لي عن حياته. وطبعا في خلال الفترة دي خطب مرتين خلال السنة ونص اللي كنا متطلقين فيهم. كل مرة كان يجيبها لحد عندي بحجة تتعرف على الولاد، وانا في كل مرة كنت بستقبلها واستقبله بكل ترحيب وكرم. وكل مرة كنت بسمع ان الخطوبة اتفشكلت بعد كام شهر. ومن فترة بسيطة بعد كل طبعا الحوارات اللي هو عملها دي، وانا كنت متأكدة ان هو بيعمل كل ده علشان يحرك جوايا نقطة الغيرة وكده، لكن انا خلاص كنت شغلة حياتي بولادي ومركزة في اللي انا فيه.
من فترة بقى دخل حياتي إنسان محترم جدا ومطلق ومعاه ولد عايش مع أمه، وهو صاحب أخويا، ونيته خير لأنه دخل البيت من بابه. نيته كانت خير من ناحيتي وناحية ولادي، وعايز يخطبني، وقال لي ان هو كان عايزني من زمان. وانا قلبي ابتدى يميل ليه ووافقت عليه، واهلي يعرفوا، بس ما فيش اي ارتباط رسمي حصل لسه. المهم طليقي عرف وقامت قيامته طبعا، وبطل يصرف على ولاده وعلى البيت، وبعد شهر رجع يبعت فلوس بس ربع اللي كان بيبعته الاول، وطبعا رافض يدفع مرتب الخدامة او يبعت السواق بتاعه في اي ظروف تحصل لي، واضطريت استغنى عن الاتنين. وبعت ناس تقولي انه كان مستني نرجع لبعض، بس عايزني انا اللي اطلب منه ده، اطلب منه نرجع، وقال لهم اني بعته، وانه ان انا بعته، وانه لما جه قال لي نتطلق كان عايز يشوف مني اهتمام. ولما لقاني مش مهتمة وموافقة على الطلاق طبعا، ان انا صرت غضبه اكتر. انا مش فاهمة، هو كان عايزني اعيط واتشحتف واتحايل عليه ما يطلقنيش؟ طب ده يعني تصرف، وكرامتي فين؟ هو ليه ما بصش لكرامتي؟ ليه ما بصش لان انا كواحدة ست مش مقصرة اي حاجة ليه، ومقصرة ولا مقصرة في تربية عياله؟ ان هو ممكن كده بيدوس على كرامتي، وانا عمري ما هتمسك بواحد هو مش عايزني. دلوقتي اهلي عمالين يقولوا لي طالما هو عاوزك وبعت ناس يبقى هو اولى من غيره، وعاوزيني اتكلم معاه واقول له خلينا نرجع، وانا حاسه ان هو اني ما ينفعش ان انا اعمل كده. ايه رايكم؟ اسيب اللي هو شاريني وشايفة معاملته كويسة وانسان سوي، اللي هو اتقدم لخطبتي اللي هو صاحب اخويا، ولا ارجع لطليقي اللي هو اناني وما بيفكرش غير في نفسه؟ لكن الصراحة والحق يتقال ان هو بعد طلاقنا يعني وانفصلنا، ان هو ما اثرش في اي حاجة. فانا في حيرة شديدة ومنتظرة ارائكم، ان انتوا تفيدوني اعمل ايه. طبعا دي كان نص الرسالة بتاعت العضوة اللي بعتها لي. هتنتظر ارائكم، وهبعت لها لينك الفيديو تشوف الكومنتات بتاعتكم، وربنا يا رب يعني يوفقها للأصلح والأنفع ليها ولولادها. وبالنسبة لرأيي أنا يا صاحبة المشكلة، أنا شايفة ان انتي تحاولي تصلحي منه، لان العيوب اللي عنده مش عيوب يعني مش عيوب ضخمة، مش مثلا راجل خاين، ولا ان هو راجل مثلا فلوس اللي معاه مثلا مقوية قلبه، مثلا بيضربك او بيهين كرامتك بالشكل المبالغ فيه. كل حاجة عملها ناتجة عن غلط في التربية بتاعته، لكن نرجع ونقول في الاول وفي الاخر في اولاد في النص. مهما كانت عيوبه، يعني لو كان العيوب الصعبة كنت هقولك لا ما ترجعيش، لكن العيوب بتاعته ممكن تتصلح بذكائك، بدهاء الست لما تكون عايزة تحافظ على بيتها. وخاصة ان انت بتقولي ان هو حد محترم ومعايشك عيشة كريمة. فاحنا في زمن صعب، وانت مش هتقدري ان انت تصرفي على ولدين. ما تزعليش مني، اللي داخل عايز يتجوزك ده هو مش مجبر ان هو يصرف على ولاد حد غيره، ووقت ما هتدخلي في الجد هو هيصرف عليك انت بس، لكن الولاد دول انت هتبقي ملزمة بمصاريف مدارسهم. وانا واثقة ان المستوى اللي انت بتحكي فيه ده، فاكيد انت مدخلاهم مدارس انترناشونال، ومصاريفها انا عارفة هتبقى عاملة ازاي. فلا، الاولى طبعا ترجعي لابو ولادك، وربنا يا رب يكتب لك الصالح واللي فيه الخير، واكون عرفت افيدك باي حاجة. وان شاء الله تتابعي الكومنتات بتاعت المشاهدين، وتاخدي بيهم وبارائهم بامر الله. اسيبكم ان شاء الله في المنظر الجميل ده، اسيبكم في رعاية الله وحفظه. عايزه اقول لكم اليوم ده انا رحت فيه اسكندرية، يعني هو يوم رحت ورجعت، البحر ريحته والقعدة قدامه تشرح القلب. حقيقي حقيقي كورنيش اسكندرية ده من اقرب الاماكن لقلبي. يا بخت بتوع اسكندرية بيه الصراحة يعني. استمتعوا بقى بالمنظر الجميل ده، ومش عايزة اصدعكم، انتوا استمتعوا فيو حلو قوي. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومش هقول لكم بقى في مشكلة جديدة، سيبوها على الله وحسب ما تيجي. انا بحب انوع بين الوصفات والمشاكل اللي بتجيلي، بحيث ان المحتوى يكون في جديد كده للي بيتابع، وما يملش من الفيديوهات المكررة او من المحتوى المكرر. باي باي.